ضابط في شرطة الهجرة يعتدي على امرأة زوجة لمعتقل في دائرة الهجرة 26 فيدرال بلازا في نيويورك. هذه الحادثة أثارت ضجة كبيرة، ويعني تبعها عقوبة نادرة من قبل وزارة الأمن الداخلي وشرطة الهجرة لهذا الضابط. الحادثة حدثت في 26 فيدرال بلازا دائرة الهجرة في نيويورك. كانت هذه الامرأة يعني تتوسل لشرطة الهجرة بعدم اعتقال زوجها، كان في هذا المكان. جاء هذا الضابط وقام بدفعها بإيده على الحائط، وسقطت الامرأة على الأرض وتم تصويرها من قبل الحضور كانوا موجودين في القاعة. وانتشر هذا الفيديو بشكل كبير على السوشيال ميديا. جماعات حقوقية، سياسيين في نيويورك قاموا طبعا بعمل ضجة كبيرة بخصوص هذا الموضوع. وزارة الأمن الداخلي في حالة نادرة أنها أصدرت بيان شديد اللهجة ضد تصرف هذا الضابط الغير مقبول كما تقول، ولا يتبع إلى السياسات وإلى الستاندرز تبع عمل شرطة الهجرة في التعامل مع المواطنين والمهاجرين، خاصة أنها امرأة ضعيفة وكانت تتوسل بعدم اعتقال زوجها، ما كانت تشكل أي خطر داخل هذا المبنى. الآن هذا الضابط تم إعفائه من خدماته في مهمته في وظيفته. لم يطرد بعد، لكن هناك تحقيق داخلي بخصوص هذه القضية، والآن في ضغط كبير سياسي بخصوص هذه القضية في مدينة نيويورك على دائرة الهجرة في المدينة بالتحقق من عمليات التعامل مع المهاجرين داخل هذه الدائرة وفي مركز اعتقال داخلها، وأيضا في السياسات التي تتبعها شرطة الهجرة بشكل عام داخل المدينة.